وفي رايي ان محرز هما الاثنين لعبهم لايق على بعض، لان محرز لعيب بيقدر ان هو يصنع الاهداف بشكل جيد جدا. فاردي بالحقيقه بيسهل مهمه اي حد يلعب جنبه، لانه بص الهدف ده هدف جميل الحقيقه. محرز كل لحظه بتيجي الكره في رجليه انا ببقى مستمتع بالكره، لانه لعيب عنده ثقه في نفسه وعنده شخصيه وقدر يطور من نفسه بشكل كبير جدا. زي ما قلت لك التحركات اللي بيعملها فاردي دي اللي هي يعني الانجليزي بيقول لك تران ذا تشانلز، اللي انت تجري في ظهر المدافعين، ده بيدي افضليه وسهوله كبيره جدا في اختيار الباس وازاي كل الموضوع بس موضوع توقيت الكره تطلع من رجليك انت. تقريبا 3 أهداف 4 أهداف كانتي هو الحامي ظهرهم في وسط قريب معاهم على طول، وهو كانتي بيعمل دور مهم جدا. هو الان يبدا الهجمه بيقرب الخطوط من بعض. بص تحركات فاردي دايما عايز يطلب، وده كنز بالنسبه للمهاجمين. سيكون له رسائل مع المنتخب. اكيد اظن هو النجم الان، لان لم نشاهد نجوم كثر الان. ده درينك ووتر. بص ازاي ان هو مكمل ورا الهجمه. فاردي عنده انرجي عاليه جدا، انرجستيك، عنده طاقه كبيره جدا وما فقدش الطاقه دي خلال الموسم. خلي بالك ان ممكن مهاجم يبدا بشكل جيد جدا يا دكتور طارق، هذا عمل وبعد كده يبتدي يفقد الطاقه، لكن فاردي لسه الطاقه موجوده عنده. نعم. والحمد لله هو مكمل لغايه دلوقتي بدون اصابات كتير. لعيب مهم جدا بالنسبه لنا. عمل كبير اذا للطاقم الايطالي خاصه بدنيا، وهناك انضباط كبير في الفريق، اهداف، عدم تلقي اهداف كثيره، ايضا دفاع قوي.